بيروا ان هو لازم ياكل. ولو كان عندك اهل جوزك بيتريقوا على اكلك، حماتك مش عاجبها اكلك، لا اثبتي وجودك. تعالى اقول لك تعملي ايه. معانا فرخه كيلو ونص، معانا فرخه كيلو زي ما تكوني، ومعانا بتنجالتين ضروري. هتقولي لي ليه؟ هقولك. ومعانا تحت كده شايفين صينيه الفراخ الحلوه دي، وراك على هياكل بقى اللي انت تجودي بيه، وبتنجال مقطع كده. تعالي بقى اقولك هتعملي ايه. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنتك على الصلاه على النبي قوي، علشان كل ما بتصلي على النبي في حياتك بتكسبي حسنات. وغير كده نبينا محمد شفيعنا يوم القيامه، والاكل بيطلع جميل وحلو قوي. تعالي بقى اقولك تعملي ايه. اول حاجه هتجيبيلي نص كيلو او ربع كيلو طماطم. ليه بقى؟ اقولك ليه. احنا هنجيب 3 بصلات كبار، هتفرميهم فرم ناعم في الخلاط، في المبشرة، في الكبة، على ايدك، المهم فرم ناعم. الطماطم مع البصل مع 7 بهارات، مع بلحة جوز الطيب، مع فلفل اسمر، مع حبهان، مع ليمونه متقطعه نصفين، تمام، وشويه الملح، حبهان وورق روله. ما تنسيش كل ده نعمهولي قوي 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 جوه الخلاط. معلقه زيت من المعلقه الكبيره بتاعه الاكل، تمام. اضربي لي كل الخليط ده في الخلاط، في الكبه، فشاره. المهم تعملي لي الخليط ده مع بعضه، مش كل حاجه لوحدها، لحد ما يبقى البصل ناعم خالص، ناعم 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 زي اللي انا هوريهولك ده. بصي يا قمر، انا كده عايزه ناعم كده كده. حطي بقى زي ما انا حاطه كده فلفل رومي، عايزه تحطي كزبره خضراء زي ما انا حاطه حطي، دي حاجه اختياري وبتخلي طعم الاكل جنان. طبعا انا جايبالك الفرخه وهي جوه الشوايه والنار وكل حاجه تمام. طيب هنعمل الخلطه دي. هتجيبي فرخه طبيعي بتبقى زفره، اي فراخ هتلاقيها فيها زفاره، ما تقنعنيش ان مهما تغسليها ما فيهاش نسبه زفاره. هتجيبي الفرخه زي الشطه كده بعد ما تغسليها وتنقعيها وتمام، تنزلي بقى حله معلقه سمنه، وتقومي ايه واخداها وش ومحمراها، وتعمليها 8 دقايق سلق. طلعيها لي بره السلق، وايه حطها لي في طبق لحد ما تبرد خالص، وتقومي جايبه الخلطه اللي احنا عملناها، وتقومي حاشيه الفرخه من جوه بالصلصه والبصل والفلفل والسبع بهارات والحبهان وورق الروله. وما تنسيش بلح جوز الطيب، بتدي طعم عالم تاني. السبع بهارات اهم حاجه، بتكون من عطار معروف، تمام. انا حاطه فلفل رومي وكزبره خضراء اللي انت شايفاها على الوش دي، تمام. وبعملها بسوي الخلطه دي زي خلطه المحشي كده الاول، وبعدين بعد ما اسبكها شويه اقوم حاشيه الفرخه من جوه في البطن بالخلطه دي، وبعدين احشي الفرخه من بره زي ما انت شايفه، يعني جوه وبره. بعد 8 دقايق سلق اقوم معصجه الخليط اللي انا قلتلك عليه في الخلاط، البصل والقوطه والفلفل والبهارات والمرقه الدجاج وكل ده، واقوم عاملاها زي خلطه المحشي كده على البوتاجاز، اسبكها واحشي بيها الفرخه، وادهن الفرخه من بره وجوه بالخليط دوت، واقوم بقى ايه مخليه الفرخه بالشكل ده. صينيتك بقى، وتقومي مستفاده بالصوص اللي يقع. انتي ما تسيبيش الصوص كده. شايفه الصوص اللي بيقع ده؟ شايفه شكل الفراخ عامل ازاي؟ انا قربتلك قوي قوي شكل الفراخ، قربتلك الشكل، ما بالك بقى على الطعم، تمام. حطي بطاطس، تمام، وتجيبي بقى ايه بطاطس، طماطم، بتنجان زي ما انا عامله. انا بحب البتنجان مع الفراخ، بيوديكي لمرحله تانية، طعم تاني. بتنجان مشوي بصوص الفراخ، والله جربيه مش هتندمي. جربي اللي بقولك عليه. بجيب البتنجان الروميه واقوم مقطعاها شرايح زي ما انت شايفه كده، تمام. الصلصه اللي انا عصقتها زي صلصه المحشي بالبصل بالبهارات، وبقوم رشها على البتنجان،
واجيب الوركين اللي انا مشترياهم اضافي او جناحات، واقوم برضو سلقاهم 8 دقايق، وبعد كده انزلهم برضو بالخلطة شوية. تمام. طب نعيد الخلطة تاني، نعيدها تاني مفيش مشكلة. بصل، فلفل رومي، طماطم، 7 بهارات، ليمونة مسقوعة نصين، ملح، بلح جوز الطيب، حبهان، راولة. هضرب كل دوت في كبة في خلاط، المهم فشر ناعم، انزل بيهم على حلة واحطهم على النار لحد ما يتسبكوا. وبعدين بعد ما اسوي الفرخة، الهياكل، الوراك، اي كان 8 دقايق بس، 8 دقايق بس، يعني اقل من ربع سلقة. وبعدين اصفيهم من الشوربة، واجيب الخليط بتاعي واحشي بيه الفراخ او اتبل بيه اللحم بتاعي واسيبه متبل. صينيتك ترص فيها طماطم، بطاطس، بتنجان، فلفل، الفراخ بس اللي انت عايزاه، وتقومي رصه وتقومي معلقه الفرخه مع بتنجالتين كده زي ما انا عامله بالظبط كده. شايفه المنظر عامل ازاي؟ نفس المنظر ده. البتنجال بيستوي، بيعمل ريحه حلوه قوي 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 وهو مشوي. الريحه دي يعني زي ما تقولي بيمتص ريحه الدخان، بيمتص ريحه اللحم، بيشيل الزفاره. سبحان الله. جربيها واكتبي لي في التعليق الوضع كان ايه معاكي. تمام. وبعد كده هتشغلي الفرن على درجة حرارة 200، وهتشغلي الشواية مع الفرن. بعد ما تشغليهم هتعلقي الفرخة بتاعتك كده، وبالظبط هتعلقي من قدام الفرخة، تنزليها ثبتيها كويس زي ما انا مثبته كده. المسمار ثبتيه كويس كده ورشقيه، انا عماله اقرب لك اهو. رشقي المسمار عشان فرختك تبقى ممسوكه وتستوي كويس. سيبيها على درجه حراره 200 والشوايه عاليه، وكمان شغلي اللفافه والبتنجال زي ما انا ما قلت لك رومي، ضروري يكون رومي. تمام. هتقسمي واحده من عند الفرخه من قدام كده وتحطيها علشان خاطر تمتص اي روايح، تمتص زفاره. البتنجال هيتشوي معاكي وهيبقى طعمه نفس طعم الجوسي بتاع الفراخ، وكمان الفرخه بتاعتك هتستوي بطريقه كويسه. هتاخد وقت في السوا بالظبط حوالي 38 دقيقه لو عايزاها مستويه قوي وجوسي قوي. وما تنسيش تقلبي الصينيه دي قلبيها كده علشان الجوسي اللي ينزل من الفراخ ده ينزل في كل مكان. جربوا الطريقه بتاعتي دي وتفاصيلها وتكتها، وقولوا لي طعم الفراخ طالع جايب معاكي والطعم حلو ولا لا. واقسم بالله العظيم لا تشرفي نفسك قدام اي حد بالطريقه دي، وما تستغربيش من الطريقه بتاعتي، وبجد مش هتندمي. ما تنسيش تحشي بطن الفرخه من جوه بالخلطه اللي قلنا عليها، ومن عند الرقبه كمان احشيها علشان ما يكونش في طعم خارجي غير الطعم الداخلي. دمتم في دوام الله. وما تنسينيش في الدعوه الحلوه لوجه الله. لو استفدتي مني وطلعت التجربه عجبتك ادعي لدينا دعوه خير. واللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، وفك كرب الفلسطينيين يا رب، وانصرهم واحميهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.